السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. شاركت معكم اليوم طبق مغربي 100%، اللي كيجي تبارك الله غزال في هذا البرد، يعني كيبغيه كل شيء تبارك الله. لوبيا بالحم الراس. خليكم معايا في المقادير وطريقة التحضير. وكنبداو بسم الله. هنايا عندي كندير في الكوكود لحم الراس. كنضيف بصله كبيره في الهاشوار اولا مشلضه. كنضيف المعدنوس والقزبور مخلطين. حبه ديال مطيشه مطحونه في الهاشوار او محكوكه. نص كاس ديال الزيت مخلط بين الزيت العاديه وزيت الزيتون. شويه ديال الثومه بودره، واللي عنده الثومه العاديه يدير ضريس كبير او جوج دروس صغارين. عندي هنايا شويه ديال البزار، تقريبا 4 معلقه هنايا صغيره عامره ديال السكنجبير، معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، معلقه ديال الفلفله حمراء. هنا عندي سودانيه او الحار حسب الذوق، والملحه. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال المطيشه المعجونه. كندير هنايا اللحم الراس يتقلى مع التوابل. كنخليه يتقلى واحد شويه، عاد كنضيف اللوبيا. بعد ما تقلى هنايا لحم الراس ضفت اللوبيا، وهادو مزاود او الحار حسب الذوق حسب الرغبه ديالكم. كنضيف هنايا الماء غليان كيكون طايب مزيان. بالنسبه للماء هنايا راني ضفت الماء الكافي اللي طاب فيه اللوبيا مع لحم الراس. واللي عنده لحم الراس ما كيطيبش مزيان تقدروا تسدوا عليه هو الاول كيطيب شويه وعاد تضيفوا اللوبيا. وهذا الطبق ديالنا بعد ما وجد كما شفتوا معايا راه كيجي غزال، ونتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. خليتكم في امان الله وحفظه. مع السلامه.